السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايبي، أهلا بكم. الزيارة بتاعتنا المتجددة لسكن كل المصريين مدينة حدائق 6 أكتوبر. هجاوب فيها على سؤال مهم جدا. بعض الناس كانت بتتكلم إن هي بتفقد الأمل وعايزة تسحب فلوسها، فبعد إذنك تابع الفيديو ده لحد الآخر وشيره لناس كتير علشان خاطر تستفيد. احنا رحنا زرنا المكان، وفي الفيديو ده هنشوف معالم المكان وطريق المكان كله من أول طريق الواحات لحد ما دخلنا لحد سكن كل المصريين. يلا بينا. ده كده شكل مدخل حورس ومدخل جهاز مدينة حدائق 6 أكتوبر. مش مدخل الجهاز، لا، مدخل مدينة حدائق 6 أكتوبر من عند حورس. وده المدخل الأساسي والرئيسي لابن بيتك السبعة وكومباوند حورس وسكن مصر. وده اليافطة الخاصة بجهاز مدينة حدائق 6 أكتوبر. يلا بينا عشان هنخش نتفرج على طريق المشروع والمنطقة اللي حواليه والمشروع من بره عامل ازاي. أول حاجة بتقابلك في الطريق اللي على يمينك ده هيكون سكن مصر. هنا العماير دي وصلت لي 1.5 مليون الشقة. وهنا كومباوند حورس ووصلت ل1.500 مليون و600 مليون و700. دي نبذة بسيطة بس علشان تعرف مستوى الشقة بتاعتك وصلت لفين، علشان الناس اللي بتسأل هو احنا نسحب فلوسنا ولا لأ. دي مدرسة حكومي على سور سكن مصر. مدرسة حكومي على سور سكن مصر. كومباوند حورس وفي عدد من الخدمات، منها ATM بتاع بعض البنوك. ده مول خاص قرب اللي هو يبتدي يشتغل برضو على سور سكن مصر. اما اللي قدامك دي الوحدة الصحية والنيابات الإدارية لمدينة 6 أكتوبر. الطريق بيخلص معاك وبياخدك إجباري يمين علشان تتوجه على المشروع وعلى آخر حدود سكن مصر اللي مباشرة أمامنا. ده مشروع سكن كل المصريين، الإعلان 14 و15 مدينة حدائق 6 أكتوبر. أهلا بكم في المشروع بتاعكم، إن شاء الله ربنا يجعله فتحة خير لينا. عمليات التشطيبات الداخلية في أغلبية العماير واستمرار عمليات البناء للعماير الناقصة. بأكد تاني على السؤال المهم للناس اللي بتفكر تسحب فلوسها. يا جماعة بعد إذنكم بلاش. انت مقدم في شقة مستوى الخدمة بتاعها متميز وسعرها كان واصل ل500 أو 600 ألف. سعر الشقق اللي ممكن تكون أقل مساحة من مساحة شقتك في المنطقة في سكن مصر اللي جنبك وصلت ل1.5 مليون و1.6 مليون. فأرجوك بعد إذنك حافظ على حاجتك وما تسحبش فلوسك لأي سبب من الأسباب، حتى لو ما كنتش داخل في الأولوية بتاعة التخصيص اللي هتكون في الأول. ودي هنا كده العماير الخاصة بالإسكان الاجتماعي اللي على طرف المشروع. وده جهاز مشروعات الخدمات الوطنية والمعرض بتاعه. وده مسجد شغال. هنا المدخل التاني للمشروع سكن كل المصريين، وبرضو اللي بيبين فيه إن فيه عماير لسه فيها شغل زي ما احنا شايفين كده، ولسه عماير بتتبني أصلا، وعماير خدت التشطيبات الداخلية والخارجية قربت تخلص زي ما احنا شايفين. حبيت ان انا اوضح لحضراتكم ونعمل زيارة في المنطقة وفي المكان وفي العماير. في النهاية بشكر حضراتكم برضو. بنوه ياريت لو تعمل شير
الفيديو ده لكل أصحابنا اللي في باقي الجروبات عشان يتفرجوا عليها ويستفادوا، وشكرا لحضراتكم جميعا.